بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الاعزاء، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وعشركم مبروكه، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد بمناسبه عيد المولد النبوي. اللهم صل على الحبيب، صلوا عليه يا احبتي. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. الحلوه ديال اليوم عباره عن حلوه ديال الشكلاط اللي كتعمل في قوالب ديال السيليكون. رصيت اليوم، اختاريت لكم اليوم هذا النوع. المهم عملت لكم الشوكولاط الابيض والشوكولاط الاسود بحشوه لذيذه، وتبعوني خطوه بخطوه وانتم غادي تشوفوا. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم، وتبعوني خطوه بخطوه. يلا المهم يلا تبعوا معايا المراحل كلها خطوه بخطوه، وان شاء الله غتنجح معكم. وهاد الحلوه بغيت نقول لكم بان هاد الحلوه يعني كتقام رخيصه بزاف. يعني الشوكولاط انا ما شريت شي بزاف لان عملت غير 12 حبه، 12 حبه في 12 حبه يعني 24 حبه. يعني خديت بالنسبه للناس المغرب راه كيفهموا 5 دراهم ديال الشوكولاط الابيض و5 دراهم ديال الشوكولاط الاسود. وطبعا النوعيه اللي بغيتيو. انا هاد النوعيه ديال الشوكولاط الابيض كتجيني بنينه ولذيذه صراحه. وبالنسبه للحشوه يعني هذا كتكون في كل بيت، كتزيدي عليها الكاوكاو، ممكن تشريه من عند بائع الزريعه وكتطحنيه ولا تاكرازيه بالمطلق وكتخلطيه مع بسكوي. الا ما بغيتيش كاع ديري هادشي كامل كتعملي غير بسكوي حتى هو كتاكرازيه، كتدقيه ولا كطحنيه في مولينكس وكتخلطيه مع شويه الزبده، وكتكون هذيك هي الحشوه. يعني على حسب الرغبه وعلى حسب هذا. المهم الفكره ها هي، وكل واحد على حسب الذوق ديالو، على حسب الحشوه اللي بغي يعمل. يلا على بركه الله تبعوني. كسرونا فيها الماء، كنعملوا الشكلاط هنايا كنعملوه في بان ماري. المهم هاد القضيه كلشي كيعرفها. المهم انا بالنسبه للمبتدئات كنوجه الكلام ديالي بالنسبه للمبتدئات اللي صغارين. يلا بداو في المطبخ. كنخليوه يذوب هكذا، هو بدا كيذوب معنا. الشكلاط داب، ها هو. اللي بغى يزيد فيه شويه د الزبده يزيد فيه شويه د الزبده اولا شويه د الزيت. كتحاولوا توزعوهم على باش كياخذوا الشكل. ماشي مشكل هاد التشخطين، ماشي مشكل، في الاخر راه كلشي وغنخليوه يبرد. غنعملوه في الثلاجه واحد 2 دقائق بيد ما يبسلنا. من بعد غندوزو للحشوه ديالنا. خرجنا من الثلاجه خلينا دقيقه ولا 2 دقائق، ممكن بلا ثلاجه راه كيجمد. وبالنسبه للحشوه انا استعملت هذه الحشوه ديال الكوك. كان عندي الكوك، كتشديه كتخلطيه مع البيض ديال البيض. انا خلطته غير مع بيض ديال البيضه وحده مع 3 المعالق ديال سكر ثقيل اولا سكر سنيده، وكتعمليه فوق النار هادئه وكتبداي تخلطيه اللي حتى كتحصلي على هذا الخليط. وبالنسبه للحشوه الثالثه ممكن تشدوا غير هينريس نوع من البسكوي وحتى هو تاكرازيوه ولا طحنوه هكذا في المولينكس. اللي ما عندوش طحانه قلت لك راه يعملوا غير في ميكا وسط ميكا وياكرازيه بالمطلق. ونمروا الحشوه. نبدا معكم. انا غنستعمل يدي داتي في هذا كنعمرو به. بغيت نجيبها حدايا. تحاولي تضغطي عليها تحاولي تضغطي عليه. كتحاولي ضروري تضغطي عليهم باش كياخذوا الشكل. وكنغطيوهم ملي كنعملوا الحشوه كنغطيوهم بالشوكولاط.
كتلبسوهم هكذا بالشكلاط. بالنسبه للحشوه ديال الكوك احنا ساليناها. ديال انا كي كتحيديهم من السيليكون ساهله. هانتي ساهلين، شفتي؟ كترشيهم وكتستعملهم مرة. وهادو كتحاولي كتفينيهم هاد الجوانب اللي جاو هكذا، كتحاولي تزولي لهم هاد. الرحمن الرحيم. اول شيء كنعملوا الشوكولات هذا الابيض في بان ماغي، كنعملوا كسرونه فيها الماء وكنعملوا فوق منها هكذا هذا التفصيل، وكنحاولوا نخليوه يذوب. كتخليوه يذوب على خاطرو. رفعيت انني نعمل فيه الشوكولات الابيض دايب، شفتي؟ وغنستمر بهذه الطريقه اللي حتى نسالي داكشي اللي عندي. المهم كنحاولوا نعمروا هاد الشوكولات. ملي داب لنا الشوكولات حنا كنعمروا هاد القوالب ديال السيليكون. ضروري ماشي مشكل، ضروري كيوقع بحال هادشي. كنحاولوا نلبسوهم هكذا غير شويه، لان غيجي فوق منه معود الشكلاط بعد ما نعملوا لهم الحشوه. كتحاولوا تلبسوا هاد الجوانب، لبسوا هاد الجوانب، يقيسوا حتى هما يقيسهم الشكلاط، ومن بعد غادي ندخلوهم للثلاجه دقيقه او 2 دقائق بيد ما نشف معنا الشوكولات. الحشوه ديالنا انا خديت بسكوي، نوع بسكوي وطحنته. اللي ما عندوش المولينكس راه سهله القضيه انه يعملو غير في ميكا ويكرازيه بالمطلق. خلطته مع الكوك حتى هو عملته مع شويه ديال السكر، مع 3 المعالق ديال السكر، كاس ديال الكوك 3 المعالق ديال السكر، وعملت فيه البيض ديال البيض وخلطته فوق النار، وخلطته مع هذا البسكوي وزدت عليهم واحد شويه ديال الكاوكاو، واحد 3 المعالق هكذاك ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. وهذه هي الحشوه اللي حصلت عليها. هاد الحشوه هي باش غنعمر هاد الشوكولات. كتجي بنينه، كتجي غزاله، وكتبداي هكذايا تاكراسيها هكذا
ايطاليها. غنديرهم كلهم عاد الثاني. وصافي، وكنعمروا الحشوه ديالنا هكذا، كنحاولوا نضغطوا عليها، كنحاولوا نبسطوها هكذا. ثقوا بيا، هاد الحشوه كتجي بنينه روعه. صافي كتاكرازي هكذا، كتضغط هكذا، من بعد كتلبسوها بالشوكولات. كتبقاو هكذا حتى كتعمروا هذيك كتعمروها بالشوكولات. وهكذا حتى كتساليو هاد الشوكولات كامل اللي عندكم، حتى كتساليو الحلوه كامله. هذاك ديالنا من المجمد. احنا دابا غنبداو نديموليو هادوك الحليوات ديال الشوكولات، وها النتيجه كيديمولاو بسهوله. هاد الشوكولات الابيض انا كيعجبني، كيجيني بنين، كيديمولاو بسهوله. بهاد الحشوه ديالهم كيجيو يا سلام. كنتمنىكم تجربوهم وردوا عليا الخبر وجاوبوني في التعاليق كيفاش جاتكم. كتجي بنينه. وانا قلت غادي نزينهم بشويه د المربى ديال الكونفيتور. المهم التزيين كيبقى اختياري على حسب اي واحد شنو بغى يعمل. المهم انا بان لي انني نزينهم بهذا الكونفيتور ديال المشماش، وانتوما طبعا على حسب كل واحد، على حسب الذوق، على حسب هذا ممكن تزينوا باي حاجه بغيتيوها. المهم كندخلوا تحسينات على هذا الشيء. دابا راه المطبخ يعني راه فن، يعني ممكن الانسان يبدا فيه، يبتكر يخلط هادي مع هادي تخرج له هادي. يعني كيخص الانسان غير يخدم
لا كابيسا يخدم شويه ديال. المهم هذه من باب البسط والسلام. كتبقى يتزوق وعاوتاني اللي الفكره اللي طاحت عليك عمليها ورا كتخرج غزاله ليا اليقين. وغادي نزينهم نشوف عاوتاني حسب شنو بغيتي. كتبقى يتزوق اللي حتى كطيحي بشي حاجه زوينه وكتصدق واعره، فهمتي. وها الحلوه ديالنا بعد ما ساليناها، ها هي جات غزاله وبنينه، ثقوا بيا كتجي غزاله بهاد الحشوه اللذيذه. كنتمنىكم تجربوها باش تفرحوا وليداتكم وتفرحوا حتى الناس الكبار، لما لا. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، انتظروني. وما تنسونيش طبعا بالدعم ديالكم ليا، اللي هو اللايكات والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني. واللي ما اشتركش يشترك. ومرحبا باللي الناس اللي انضموا لي للقناه ديالي، مرحبا بهم، الف مرحبا. والى اللقاء.